اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع كيعانيو منه بزاف ديال الناس. علاش لا كتجينا صعيبه؟ واش عمرك قلتي واخا تكون غير حشمتي وبقيتي معصب مع راسك؟ واش كتحس باللي ديما خاصك ترضي كاع الناس باش تكون مزيان في النظر ديالهم؟ اليوم غنهضروا على واحد الفخ نفسي سميتو ارضاء الاخرين او ارضاء الناس، people pleasing. وعلاش هاد الحشمه الزايده تقدر تخرج ليك على حياتك؟ علاش كنديرو هكا؟ في العمق ديال علم النفس هاد الشي ما جايش من الظرافه، ولكن غالبا جاي من الخوف من الرفض. الدماغ ديالنا كيربط كلمة لا بالخطر ديال اننا نتقصاو من الجماعة. حنا كنرضيو الناس باش نحسو بالامان وباننا محبوبين، نخسرو ريوسنا وكنخليو طاقتنا تسالي. كيفاش تبدا تخرج من هاد الشي؟ الحل ماشي هو تولي قبيح، ولكن هو تولي حقيقي. قاعدة نقدروا نطبقوها في 5 ديال الثواني. فاش يسولك شي حد على شي حاجة، ما تجاوبش ديك الساعة. خذ 5 ديال الثواني وفكر واش فعلا باغي دير هاد الشي. تعلم لا الدبلوماسية. بزاف ديال الناس ما عارفينش لا الدبلوماسية، هادي موضوع ديالها بوحدو، ولكن نعطيكم شي حاجة خفيفة عليها. هي بحال جواب تكون مفخخ وبطريقة مختلفة. تقدر تقول شكرا حيت فكرتي فيا، ولكن هاد المرة ما نقدرش حيت عندي التزامات. تفكر ديما اللي كيبغيك بصدق غيقبل لا ديالك قبل واللي كيبقى فيك غير حيت كتنفذ ليه طلباتو راه ما محتاجكش انت، محتاج الخدمه اللي كدير ليه. وانتوما واش تقدروا تقولوا لا بلا ما تحسوا بالذنب؟ قولوا لي التجارب ديالكم في التعليقات.